جماعة تيك توك نزل درع جديد بتاع ال5 مليون، فتعالوا نزور منه نسخة طبق الأصل لحد ما اوصل ل5 مليون بجد وحقيقي. وأول حاجة اتفرجت على صور كتير للدروع ولقيت درع المليون بتاعي وأنا بدور، وكل ما أعمل نسخة من أي درع بوصل بعدها للدرع الأصلي، فياريت تعملوا لي فولو لايك يمكن أوصل المرة دي كمان. وأحسن حاجة إن الدروع كلها نفس الشكل، فهستخدم درع المليون بتاعي علشان أعمل منه قالب سيليكون وأقدر أعمل منه نسخ كتير، وهعمل برضو نسخة هدية لواحد منكم من كومنتات الفيديو ده. وأول حاجة غسلت الدرع ونضفته كويس وقصيت قطع كرتون علشان أعمل البوكس اللي هصب فيه، وعزلته بشمع من كل حتة، ولزقت الدرع من تحت علشان اثبته كويس، وجبت سيليكون رابر وجهزته علشان اعمل قالب بنفس شكل وتفاصيل الدرع الاصلي. والمفروض اني عملت قوالب كتير وما بيحصلش حاجه، بس على حظي في القالب ده لما جيت افكه لقيت الهبل ده، وبجد فضلت واقف ساعه من الصدمه مش فاهم ليه حصل كده. فكيت القالب وطلع مظبوط جدا، بس شوفوا لي حل بقى في الدرع الاصلي علشان عايز اعيط. والطريقه دي ممكن تستخدمها علشان تعمل قالب لاي شكل انت عايزه بكل تفاصيله، فهتنفع مع حاجات كتير جدا. والدرع اللي فات صبته بوليستر وريزن، لكن الدرع ده هجرب اصب بكونكريت، وبدل ما استخدم المصلب بتاعه هحط ريزن. والطريقه دي بتطلع صبه قويه جدا وبكميات كبيره، فتعالوا نجربها ونشوف النتيجه. وعلشان اعملها صبيت ريزن وحطيت المصلب بتاعه في كوبايه الاول بالنسب اللي مكتوبه كاني بعمل ريزن عادي، وعملته كوبايتين كل واحده 500 جرام، وبعدها صبيتهم في حاجه اكبر وبدات ازود الكونكريت شويه، وبعدها اقلب وازود تاني، وكده استخدمت تقريبا كيلو ريزن ومعاه كيلو كونكريت لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزه، ودقتها طلعت مظبوطه جدا. صبيتها ووزعتها في القالب كله وطلعت الهواء منها بالتورش. واكبر عيب في الطريقه دي انها بتجمع هواء كتير جواها، فممكن بعد كده تزود الريزن اكتر من الكونكريت علشان تظبط اكتر، وكده الكميه مش كفايه، فعملت كوبايه ريزن ولونته سيلفر، وكده كده لسه هيترش بعد ما يخلص. صبيته علشان اعمل اخر طبقه واوصل لنفس حجم الدرع الحقيقي، وسبته شهرين ينشف خالص. وعلى الفوتوشوب عدلت رقم 1 لرقم 5 في الديزاين اللي كنت عامله، وعلى قد ما هو رقم 1 هيتغير بس محتاج وقت ومجهود كبير قوي، وخصوصا في المحتوى ده، فساعدوني اوصل اسرع. قصيت كل الطباعه بالكريكت على فينيل اسود بنفس المقاسات، واخترت احسن نسخه تتثبت. ولما الدرع نشف طلع مظبوط جدا، والخلطه دي طلعت من اقوى الخامات اللي جربتها وهستخدمها في حاجات كتير تانية. وصنفرت الدرع كله درجات كتيره علشان يبقى نسخه من الاصلي، وفعلا الطريقه دي مطلعه الشكل قوي جدا وليها مميزات كتير مختلفه. نضفت الجناب وصنفرتها برده، وشلت الزيادات بالميني كرافت، ورشيت الجزء اللي جوه اسود مط بنفس الشكل، ولما نشف لزقت عليه تيب وسبت 2 مللي من كل ناحيه، وجبت رش سيلفر ورشيته طبقات كتير جدا وسبته ينشف، بس النتيجه طلعت زي الزفت ومش ده اللي انا عايزه. والدرع الاصلي مش رشينه بالطريقه دي وليه انعكاس اضاءه وشكل مختلف، فجبت فينيل بنفس لون وشكل الدرع الحقيقي، وقصيت حته على قد الدرع وثبتها وقفلت الحواف. واخر حاجه ثبتت الطباعه على الدرع في نفس المكان. بقالي كتير بجهز في الفيديو ده علشان اعمل لاين لكل الدروع، وفي واحد منكم هيكسب درع هديه من كومنتات الفيديو ده. ودي كده النتيجه، وطلع نسخه فعلا، بس ساعدوني بقى اوصل للدرع الحقيقي. عايز اعرف رايكم بجد، وفولو لايك لو عجبك الفيديو. ولو وصلت لحد هنا شكرا جدا، وعايز اعرف رايكم اعمل محتوى اطول بس احط موسيقى في الخلفيه، ولا خليني بنفس شكل فيديوهاتي واعمل فيديوهات تعليميه، ولا افضل بنفس الشكل وخلاص. عايز اعرف رايكم بجد.